السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ ما تبطلش تتكلم عن الحاجه اللي انت بتحبها. صحيح، ممكن يكون مطلوب منك من الوقت للتاني ان انت تداري عن شمعتك عشان تقيد. مؤمن بان اقضوا حوائجكم بالكتمان، ولكن في حاجات لو ما بطلتش تتكلم عنها هي مش هتغير حاجه. فانا هضرب مثال بحاجه هي حاصله من قريب، زي مثلا حد زي الوكيل بيعشق العربيات من زمان وبيحب العربيات. كتر كلامه عن الحاجه اللي بيحبها وشغفه بيها، مع الوقت ربنا كرمه وقرب ليه حلم كان مستبعد ان هو يكون موجود، زي ان عربيه زي دي مفيش منها تقريبا غير قطعتين في مصر، هو بقى عنده واحده منها. الفكرة في إن أوقات ساعات بنتكلم عن حاجات إحنا فعلا بنحبها ومش عارفين نبطل كلام عنها. ويمكن من أكتر الأمثلة على حاجات ناس اتكلمت عنها لوقت طويل جدا ومفيش حاجة اتغيرت ومش هتغير، مبقاش ينفع، زي إن حد يكون ليه حد بيحبه والحد ده توفى. في الوقت اللي زي ده ما بيكونش الكلام ليه معنى أو ليه أهمية، لأنه مهما اتكلم الشخص ده مش هيرجع تاني. ولكن معظم الناس اللي بتتكلم على حد هي فقدته، هي بتتكلم عليه من باب إن هي عايز تحس إن هو موجود، مش عشان هو مجرد إن هو خلاص مشى فأنا هبطل أتكلم عليه. كتر الكلام عنها بيقربها ليك حتى لو هي مش موجودة ومش هتبقى موجودة بعد كده خلاص. ففي الوقت اللي زي ده لما تلاقي حد من صحابك او حد من اللي حواليك بيتكلم عن حاجة هو مش هيعرف يوصل لها تاني او مش هيلاقيها تاني، او حتى ممكن يلاقيها بس لسه قدامها وقت طويل ومحتاجة شغل وسنين ومجهود طويل جدا عشان يوصل لها، ففي الوقت ده مش مطلوب منك غير انك تسمع الشخص اللي بيتكلم معاك وبس. تسمعه بس. افتكر زمان جدتي الله يرحمها كانت بتفضل تتكلم عن جدي كتير جدا، لدرجه ان انا كنت بفكر ان هو مش ان هو عايش عادي، لدرجه ان هي كانت بتقعد على الكنبه وكان الناحيه التانية من الكنبه كان التلفزيون، وكان فوق التلفزيون صوره جدي، وما كانتش حاطه عليه الشاره السوداء اللي احنا متعودين عليها تفهم من خلالها ان الشخص ده توفى او كده. وانا كانت علاقتي بجدي اتوطدت في اخر ايامها للاسف، فانا ما كنتش اعرف عن قصص عائليه كده مش مهم نخوض فيها. المهم ان انا جدي ما كنتش عارف ان هو توفى اصلا، كنت بفكره مسافر او حاجه. فاكتشفت مع الوقت ان هو مش موجود وان هو توفى، وان الصوره دي لجدي الله يرحمه، وان كتر الكلام عنه خلاني احس ان هو عايش، ان هو ما ماتش. جدتي لحد اخر ايامها فعلا كانت بتتكلم عن جدي بكلام يمكن ما تسمعوش دلوقتي في المسلسلات والافلام، كلام مش رومانسي بس كلام حقيقي، ان هو عن قد ايه كان بيعملها حلو، عن قد ايه كان بيحافظ عليها، وعن قد ايه ان هو كان مخليها ست بيت كبارة ومفيش زيها، وكان بيقدرها في كل كبيرة وفي كل صغيرة، وكان بيحكي لها كل حاجة. عارف قصة عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري؟ هو نفس القصة. لما جيت اتفرجت على المسلسل لقيت ان جدتي الله يرحمها كانت بتعمل نفس اللي كان عبد الغفور وفاطمة في كشري بيعملوه. كلام عن الناس اللي احنا مش لاقيينهم دلوقتي او مش عارف نوصل لهم، درجة من درجات القرب. ويمكن ناس بتعمل ده بدافع ان هي عايز تحس ان هو موجود، فلو هي مش هتقدر تشوفه فهتتكلم عنه، لو مش هتقدر تسمعه فهي بتتكلم عنه، بتحكي عنه، كل ما تقدر تتكلم عنه اصلا بتتكلم. فانا ضربت مثال بالوكيل او ضربت مثال بجدتي، مثالين مختلفين شويه عن بعض، ولكن اللي عايز اوصله من الكلام ده كله ان منين ما تلاقي حد حواليك بيتكلم عن حاجه بيحبها او هو مش عارف يوصل لها، عارف يعمل ايه فبيتكلم عنها، في الوقت ده مش مطلوب منك بس اكتر من انت تسمعه وتديله كده مساحه من وقتك وتقول له كلمتين حلوين، وهو هيقوم من عندك كده زي الفل وبيحبك وبيحب الحاجه اللي هو مش عارف يوصل لها. بس كده انا خلصت الفيديو ده. بس السلام عليكم.